شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة أم الزمان إليها تنتمي العصر. روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. قل للذي راح يخفي فضلها حسدا وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. أتقرن النور بالظلماء من سفه ما أنت في القول إلا كاذب أشر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر. أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. قف يا يراعي. اليراع القلم. سيد محمد جمال الهاشمي صاحب هذه الأبيات، هذه أبيات مقتطعة من قصيدة رائعة للمرحوم سيد محمد جمال الهاشمي، يقول: يا قلمي قف عن مدح الزهراء، من أنا حتى أمدحها؟ الله سبحانه وتعالى مدحها ورسوله الكريم مدحها. قف يا يراعي عن مدح البتول ففي مديحها تهتف الألواح والزبر. اليوم بالرغم من الحزن والمأساة المروعة التي استهدفت أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذا اليوم الذي نعتبره يوما حزينا ومأساويا، إلا أننا نحيي هذه الذكرى العطرة لنستلهم من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صبرها ومعاناتها، ولكي نقتدي بها وبمواقفها وبهدي أبنائها. في هذه المناسبات عادة ما يجتمع المؤمنون يتلاقون على حب أهل البيت، لذلك نتحدث عن محورين بإيجاز. أولاً أهمية هذه اللقاءات، أهمية هذه المجالس، أهمية إحياء ذكريات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أهل البيت أكدوا في روايتهم وحديثهم ووصاياهم لشيعتهم على التلاقي بالمعروف. أستعرض بعض هذه الروايات. في حديث الإمام الباقر عليه السلام لميسر أحد أصحابه يقول: أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: إي والله إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوا بورع واجتهاد. قد واحد يستغرب، يقول الإمام كأنه يستغرب أن الشيعة يجتمعون، يقول: لا تجلسون وتتحدثون، أتخلون وتتحدثون. ولكن عندما نعرف الظروف الصعبة التي عاشها أئمة أهل البيت يندفع هذا الاستغراب.
صلوا على محمد وآل محمد. لأن الإمام الباقر عليه السلام كان في المدينة وجل شيعته في الكوفة، فالإمام الباقر ما عنده مثل هذه الفرصة يجتمع مع شيعته ويتحدث بما يشاء، بينما في الكوفة كانت كثافة أتباعه كبيرة وهي عشائر، والسلطة ما تستطيع أن تسيطر على هذه العشائر، فكانوا يجلسون ويتحدثون. وإحنا خلينا نعرف قيمة هذه النعمة التي نعيشها عندما نتحدث عن فضائل أهل البيت وذكرياتهم بدون هاجس أو رقيب. أئمة أهل البيت أوصوا شيعتهم باختيار من يجالسونهم. الإنسان اجتماعي بطبعه، ما يستطيع أن يعيش وحده، يريد أن يقترن، أن يجتمع، يكون في ضمن مجتمع. من نجالس ومن نصادق ومن نحادث. هناك توصيات لأئمة أهل البيت عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، قال: إياك ومعاشرة متتبعي عيوب الناس فإنه لن يسلم مصاحبهم منهم. هاي من الآفات الاجتماعية الشائعة، أنه شخص عندما يطلع صحيح أو مو صحيح أن فلانا صدر منه خطأ ما في المجالس في الندوات، الشيعة فلان هكذا فعل، فلان هكذا فعل. زين، أولا هذا الموضوع إن لم يكن له حقيقة يكون من البهتان، وإن كانت له حقيقة وصاحبه متستر على خطئه فيكون هذا من الغيبة، فهو على كل حال سيئة في سيئة. من منا كامل؟ من منا معصوم؟ لماذا نرتضي لأنفسنا أن نخطئ ولا نرتضي لغيرنا أن يخطئ ويستر خطأه؟ هذه من التوصيات التي أوصى بها أئمة أهل البيت وحذروا بها شيعتهم في خصوص من يجالسونهم. رواية أخرى عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. يقول هذا الإنسان اعتاد أن يكون أصدقائه وجماعته من الأشرار، بعد ما يصدق أن الدنيا بها ناس أخيار، ياهو اللي يشوفه يسيء الظن بي، ياهو يشوفه يطعن بي، أي موقف يراه من الآخرين يشكك فيه، لأنه اعتاد على هذه الشلة وعلى هذه الجماعة والعصابات. وبالمقابل يقول: ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار. يعني المسألة بالعكس، إذا واحد نعوذ بالله ما ملتزم، يشذ كثيرا، هسه نسميه شرير، نسميه فاجر، نسميه أي تسمية، هذا إذا داوم مجالسة الأخيار يأخذ منهم، يتأثر بهم ولو تدريجيا. خيرات هؤلاء، بركاتهم، أنوار إيمانهم تنعكس على هذا الشخص.
بعد فترة تجد هذا الشخص منقلب، تغير جذريا. وعشنا ورأينا كثيرا من الناس كانوا على حالة فتحولوا إلى حالة أخرى بسبب أصدقائهم ومجالسيهم. الإنسان، الشاعر يقول: ألا ترى الحبل بتكراره ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. الإنسان لما يداوم مجالسة العلماء، مجالسة الأخيار، مجالسة المؤمنين، مجالسة الحسينيين، يتأثر بهم، يتفاعل معهم تدريجيا، يتساءل بينه وبين نفسه، يقول: ما الذي يفصلني عن هؤلاء؟ ليش ذول يمشون على الطريق المستقيم وأنا بعيد وأشذ في تصرفاتي وسلوكي؟ فذلك النور وتلك الهداية تنعكس عليه على طول الخط. بالمناسبة، على ذكر هذا البيت: ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، هناك قصة معروفة تحكى عن المحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي رحمه الله أحد كبار علمائنا، ويوصف بوصفين: أحيانا يوصف بالمحقق الأردبيلي، وأحيانا يوصف بالمقدس الأردبيلي، فهو نال الفضلين: القول، العلم والعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا الرجل التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف متأخرا، مو بداية نشأته. تعرفون في تلك الأزمنة، هذا الكلام قبل حوالي 500 عام، المحقق الأردبيلي توفي قبل حوالي 450 عام. فكان في شبابه التحق بالحوزة العلمية، اجى من أردبيل وجاء إلى النجف. تعرفون أجواء النجف آنذاك، أرض قاحلة جرداء، كل إمكانات ما متوفرة فيها، الظروف الاقتصادية عصيبة، الناس تعيش في فقر مدقع، بلد منعزل، ما كانت هاي الزيارات وما كان هذا التلاقي ولا أي شيء يشبه ما نحن فيه اليوم. الرجل انشغل بالدروس، صار يحضر هذا الدرس وذاك الدرس ويقرأ ويطالع. بعد فترة راجع نفسه، هاي أهمية محاسبة النفس. قال: أنا ما جاي يستفيد، ما جاي يستوعب، قضيت عمر بلا فائدة. زين أنا عايف أهلي وبلدي، وتعرفون الفارق بين أردبيل والنجف، فما الفائدة؟ يبدو ما موفق للدراسة، خل أرجع لأهلي وبلدي وأعيش مثل ما عاش الآخرون، ولو خلينا نقول تحسب لي النية الصالحة، نية المرء خير من عمله. على كل حال قرر أن يشد الرحال ويرجع إلى بلده بعد ما يئس من استيعاب المطالب العلمية. ذاك الزمان النقل ما كان متيسر للأفراد، الطرق ليست آمنة، وسائل التواصل النقل ما كانت جاهزة، فكانوا ينتظرون قافلة من الزوار تأتي من أردبيل، وبعدين لما يكملون زيارتهم يلتحق بهم ويرجع إلى بلده. وبالفعل بعد فترة جاءت قافلة، كملوا زيارتهم، طلب منهم أن يلتحق بهم، فتحركت القافلة من النجف الأشرف باتجاه أردبيل. تعرفون في ذاك الزمان كانت القوافل تهتم بأمرين: بالمكان الذي تسكن فيه، اللي نسميها خانات، وإلى الآن بقايا الخانات موجودة
في النجف خان الحماد وخان النوص وخان المصلى، مستمرة هاي الخانات إلى أصفهان. هذه مكان لاستقرار القوافل والزائرين. والأمر الثاني الذي يهتمون به الماء، لذلك كانت هناك آبار بالطرق القوافل تستفيد منها. القافلة تحركت من النجف، وصلت إلى منطقة الشري. الأخوة أهل النجف وأهل الكوفة يعرفون منطقة الشري بين النجف والكوفة باتجاه السهلة. هناك في بئر ما زالت أعتقد موجودة، إلى عهد قريب كانت موجودة، يسموها الشري. وقفت القافلة لسقي الماء، تهيأوا كل واحد عنده إناء أو شيء حتى يجمع ماء لنفسه. هو هم الرجل أخذ إناءه أو راح حتى يسحب الماء من البئر. ذاك الزمان ما كانت عجلات، هاي الشرخ اللي نسميه ما كانت عجلات، كانوا يخلون صخرة ويخلون حبل ويسحبون الدلو بهذه الطريقة. هذا الرجل اجى يسحب الماء، انتبه بأنه هذه الصخرة متآكلة، الصخرة متآكلة. فكر بينه وبين نفسه كيف يصير صخرة بهذه الصلابة كيف تآكلت؟ انتبه أنها تآكلت من الحبل. فكر بينه وبين نفسه، قال معقولة ذهني هسه باللهجة الشعبية نقول محجر أكثر من الحجر؟ لو النقص مني، أنا ما بذلت الجهد الكافي، أنا ما كان عندي ذاك العزم والتصميم على الدراسة. من هنا قرر أن يرجع إلى النجف للدراسة، اعتذر من أصحاب القافلة وعاد لتوه إلى النجف الأشرف بعزيمة جديدة راسخة للدراسة والتحصيل. وبالفعل الله سبحانه وتعالى بارك في جهده، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم صل على محمد. هذا هم درس لنا. الحياة حياة معاناة، حياة مشقة، تحتاج إلى بذل جهد. ما يصير الطالب والشاب والعامل يتعاملون تعامل سطحي مع الحياة. اللي يريد ينجح بهذه الحياة عليه أن يبذل جهده، كما قال الشاعر: اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. اليوم مع الأسف يراد لشبابنا ولهذا الجيل أن يعيش ثقافة التفاهة والعبث، ما يتحمل مسؤولية. أي شيء تقول له، مو فقط الجانب الديني، ما يتحمل مسؤولية، يريد يكون عابث، بس عنده هذا الجهاز يقضي وقته بهذا الجهاز وعمره يضيع وما يحصل على شيء. في المقابل لما نرجع إلى ثقافتنا الإسلامية، ديننا ونبينا وأئمتنا أكدوا على الجد والاجتهاد. الرواية عن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رحم الله من عمل عملا فأتقنه. أي عمل كان، مو بس دراسة دينية، الطالب، العامل، الموظف، أي شخص، هذه مسؤولية. كيف ينمو المجتمع؟ ينمو المجتمع بأبنائه، ينمو المجتمع بجهود شبابه ونخبه.
فهذا درس لنا أنه كيف الإنسان قد يتصور أو قد لا يعرف قيمة نفسه، ولكن إذا ضاعف جهده وأخلص نيته الله سبحانه وتعالى يفتح له الآفاق. لذلك الإمام عليه السلام كما في الرواية يقول مجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار، لأنه احتكاك دائم مو لقاء عابر. تكملة الرواية يقول فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن كانوا على غير دين الله فلا حظ له في دين الله. إذن من بركات هذه المناسبات هي هذه اللقاءات، لقاء بين الأخوة على محبة أهل البيت، التعرف على شخوصهم، التعرف على سيرهم، التعرف على توصياتهم. بالتالي ذولا أئمتنا، ذولا قدوتنا، حجج الله علينا، ما يصير نمر على ذكرياتهم مرور العابرين. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما نرجع إلى مقامها كما قال السيد محمد جمال الهاشمي رحمه الله، يقول احنا ما نستطيع أن نعبر عن مقامها، الله سبحانه وتعالى هو الذي حكى عنها، هو الذي أضفى لها المديح. كم آية تتحدث عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعن أهل بيتها. مرور سريع لبعض الآيات: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من هؤلاء؟ الزهراء وأهل بيتها. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من القربى؟ السائل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له قرباي أو قرباك؟ قال قرباي. آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من النساء؟ هي وحدة. شوف نلاحظ، أنا في لقاءات سابقة أشرت لهذه النكتة، أكو نكات دقيقة تعبر عن مقام أهل البيت ومقام الزهراء. لما نجي للأنفس، الإمام علي والنبي، الأبناء الحسن والحسين، النساء من؟ وحدة. يعني كل نساء المسلمين ما كنا مؤهلات لأن يقرن بالزهراء سلام الله عليه. ما جاب النبي وحدة ثانية، مع أنه كثير من النساء مؤمنات صالحات من نسائه صلى الله عليه وآله وباقي نساء المسلمين. مو معنى أن الدنيا خلت، ولكن هذا مقام خاص، مقام المباهلة. مصير الأمة، مصير الإسلام يتوقف عليه، ما يجيب النبي أي واحد. سورة الكوثر كما ورد في بعض التفاسير عن أئمة أهل البيت: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مفسرة في الزهراء وذريتها صلوات الله وسلامه عليها. لما نجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تحدث عن ابنته؟ هل هي مجرد عاطفة
أو كان يعبر عن مقامها. والملفت أن الروايات التي تحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق الزهراء ما تقتصر على مصادرنا. هذا حديث مروي في مصادر العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا ويقينا. رواية أخرى في مصادر العامة: أول شخص يدخل الجنة فاطمة سلام الله عليها. صلى على محمد. رواية أخرى في مصادر العامة: عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: يا رسول الله، أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد. الحديث أيضا عن ابن عباس في رواياتهم في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها احنا ما نحيي ذكراها لمجرد كونها مرتبطة نسبيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا أيضا وظيفة وحق علينا أن نكرم من انتسب إليه. والحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: المرء يحفظ في ولده. هنا هم في التوصية لنفسي ولإخواني، في أشخاص غير أهل البيت لهم حق علينا أن نحفظهم في أبنائهم وعوائلهم. منهم الشهداء. شيعة أهل البيت قدموا كثيرا من الشهداء. هؤلاء الشهداء سواء الذين قارعوا نظام الطاغية، أم الذين استشهدوا بالعمليات الإرهابية، أم الذين قارعوا جرائم داعش والقاعدة والبعثيين، كل هؤلاء وغيرهم هؤلاء لهم حق خاص علينا. المرء يحفظ في ولده. إذا ما نستطيع أن نقدم خدمة لعوائل الشهداء لقلة ذات اليد أو لظروف خاصة، على الأقل نشعرهم بالتكريم والاحترام. هذا نستطيع. دائما نقول: أنت مفخرة، أبوك مفخرة، أخوك مفخرة. هذا حق لهم علينا. هؤلاء ضحوا في سبيل قضية شريفة، في سبيل مبدأ، في سبيل صالح العام. كان بإمكانهم أن يعتزلوا مثل ما اعتزل غيرهم. إذن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما نحيي ذكراها لانتسابها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة لرسول الله، وكذلك نحيي ذكراها كرامة لها لمقامها عند الله، وليس مجرد انتسابها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قلت أن اليوم حقيقة نحن نعيش المأساة اليوم، وإن كانت المناسبة هي مناسبة بهيجة، ولادة الزهراء، ولكن هذا الحدث الدامي الذي حدث هذا اليوم والذي لم يحدث لولا انتساب هؤلاء الشهداء لهذه
المدرسة. لماذا لا يستهدفون غيرهم؟ هؤلاء مدنيون، هؤلاء غير معنيين بالصراعات، لماذا يتم استهدافهم ما يتم استهداف غيرهم؟ لانتسابهم لمدرسة أهل البيت، فهم من شهداء هذه المدرسة. ومن هنا احنا ما نعبر في هذه المناسبة عن الفرح والبهجة بقدر ما نحاول أن نستفيد وأن نهتدي بهدي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأن نعمل بوصاياها. هنا أذكر رواية إن شاء الله تفيدنا هم بها بعض المستحبات، وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته. هذه الرواية مذكورة في منابع العامة أيضا، مو فقط مصادرنا، عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صلوا على محمد وآل محمد. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد افترشت فراشي للنوم، فقال: يا فاطمة، لا تنامي إلا وقد عملت 4. قبل النوم 4 أشياء الإنسان يحاول أن يعملها. ما هي ال4؟ ختمت القرآن، وجعلت الأنبياء شفعاءك، وأرضيت المؤمنين عن نفسك، وحججت واعتمرت. هاي توصية النبي للزهراء قبل النوم. قال هذا وأخذ بالصلاة. يقول النبي أوصاني بهذه الوصية وانشغل يصلي، فصبرت حتى أتم صلاته. قلت: يا رسول الله، أمرت ب4 لا أقدر عليها في هذا الحال، كيف واحد وقت النوم يحقق هذه ال4؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إذا قرأت قل هو الله أحد 3 مرات فكأنك ختمت القرآن. شوف الله سبحانه وتعالى رحمته الواسعة، منقول واسع المغفرة، واسع الرحمة، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. أحيانا بس ننتبه لصحتنا وأموالنا وظروفنا الخاصة. هاي مو أكرم الأكرمين يقول لك بدل ما تقرأ القرآن كله، أنت في ظرف معين الجو ما يسمح لك بقراءة كل القرآن، وهذا طبعا ليس فيه تثبيط عن قراءة القرآن. بالأجواء العادية ظرف العادي تقرأ القرآن، ولكن قبل النوم الإنسان ما يستطيع يختم كل يوم. يقول الله سبحانه وتعالى معطيك بديل 3 مرات سورة التوحيد يكتب لك ختمة قرآن. هسه لا بأس إذا واحد يريد يقرأ قرآن لأبويه، لأمواته، للشهداء، هم بالطريق 3 مرات قل هو الله أحد إن شاء الله تكتب له. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إذا قرأت قل هو الله أحد 3 مرات فكأنك ختمت القرآن، وإذا صليت علي وعلى الأنبياء قبلي كأنما كنا شفعاءك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمسألة سهلة، واحد قبل النوم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأنبياء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع أنبيائك والمرسلين والشهداء والصالحين. وإذا استغفرت للمؤمنين رضوا كلهم عنك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هم كلمة بسيطة. وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد حججت واعتمرت.
اللي ما عنده إمكانية ظروفه ما تسمح له بالحج والعمرة، هذه بدائل نسميها بدائل اضطرارية. إذن الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة فتح لنا هذه الآفاق، وإن شاء الله بهذه المناسبة من ثمرات هذه المناسبة ومن هداياها أن نحاول أن نلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته الزهراء. لا أطيل على الأخوة الأعزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالهم وجهودهم ويبارك في هذه الجهود الخيرة للأخوة المشرفين على هذه الحسينية المباركة، وأن يرحم الماضين منهم ويحفظ الباقين ويوفقهم جميعا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون شيعة خلصاء لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم ولجدهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأمهم الزهراء، وأن نستنى بسنتهم ونهتدي بهداهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.